ونروح بعد كده للمركز الرابع مع أجدد الأشرار العظام في عالم الأفلام، هانز لاندا من فيلم Inglourious Basterds. الفيلم اللي اتكلمت عنه ضمن أقوى الأفلام عن الحرب العالمية التانية، واتكلمت عنه ساعتها كتير من كتر ما هو شخصية أيقونية وأسطورية. وكان كوانتين تارانتينو مش لاقي حد يلعب الدور ده في الأول، وجاه العالمي كريستوف والتز وقام بالدور بالشكل الأسطوري اللي شفناه في الفيلم، وفاز بسبب الدور ده بالأوسكار وبالجولدن جلوب، وكمان فاز في مهرجان كان السينمائي، يعني ما فوتش جايزة عالمية. وسبب قوته هو انه بيطارد اليهود في فرنسا ويقتلهم. صائد اليهود لقبه المعروف بيه، ذكي جدا وعديم الرحمة تجاه اليهود، وبيكتشف مكانهم بمنتهى العبقرية والصياعة، وبيتلاعب باللي قدامه لغاية ما يعترف. وبالرغم من اللي قلته ده، إلا إنه لبق وراقي وذوق جدا، وهتشوفه بمنتهى الهمجية في مواقف، وهتشوفه بيتلاعب بأعدائه في مواقف تانية، وهتشوفه ذوق ولبق في مواقف. حرباية بسم الله ما شاء الله. ده غير حواراته وردوده قوية، بيعرف يلعب بالكلام كويس، وبيفهم اللي قدامه ويتكلم معاه ازاي. كل شخصية ليها طريقة مختلفة يتكلم معاها. ده غير انه بيتكلم ب4 لغات، الانجليزية والفرنسية والالمانية والايطالية. تخيلوا ممثل يتكلم ب4 لغات وبطلاقة كمان. ففعلا مفيش حد يعمل الدور ده غير كريستوف والتز، مفيش انسب منه. بالرغم من انه ما ظهرش كتير في الفيلم وما ظهرش في افلام تانية خالص حسب علمي، الا انه حط بصمته في عالم الافلام، وبقى من اعظم الاشرار في عالم الافلام، متقدم على نورمان بيتس وميس راتشت. تخيلوا.